ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ما تيجوا نعمل احلى كبده اسكندراني زي اللي بناكلها من بره بالظبط، وانضف بكتير، وفي 5 دقايق بس هتاكلي احلى كبده اسكندراني. كملي بقى معايا الفيديو للاخر. هنا معايا كيلو الا ربع من الكبده، هنزل عليهم ب5 معالق كبار من الخل، وهسيبها دقيقتين كده لغايه ما انزل كل الدم من الكبده. والكبده يا جماعه ما بتتغسلش خالص. شايفين بقى الدم اللي نزل من الكبده؟ واول ما حطيت الخل وسبتها شويه، ما شاء الله الكبده بتاعتي بقى لونها فاتح ازاي. بعد كده هجيب طبق كبير وهنزل بقى بالكبده بتاعتي بعد ما صفت كل الدم اللي فيها. بعد كده بقى معايا 10 فصوص من التوم، انا بحب اكتر الكبده بتاعتي توم، بتبقى طعمها حلو قوي. نعمت كده 10 فصوص. بعد كده هنزل بنص معلقه كبيره من الكمون، ونزلت كمان بربع معلقه من الفلفل الاسمر، وهنزل كده عليها كمان بمعلقتين كبار من الزيت، وهضيف لها نص معلقة من هريسة الشطة، وهديها كمان نص عصرة من الليمونة. هقلب بقى الكبدة بتاعتي بكل التوابل اللي انا حطيتها فيها دي، والتتبيلة اللي انا عاملاها دي بتديكي نفس نتيجة الكبدة الجاهزة بالظبط. هسيبها بقى اغطيها بستريتش راب، واسيبها بقى ساعتين او ساعة لغاية ما ابدأ ان انا اجهزها للاكل. وهنا كنت طلعت الكبدة من التلاجة بعد ما عدى عليها ساعتين. بعد كده جبت طاسة وحطيتها على النار وحطيت فيها زيت، واول الزيت ما سخن خالص بدأت انزل بالكبدة بتاعتي كلها بالشكل دوت كده، وهديها بقى تقليبة. مش عايزة اقولك بقى الريحة في الوقت دوت كانت عاملة ازاي. ولو وصلتي معايا لغاية هنا حطي بقى لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش تحطي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هديها بقى تقليبه كده وهي على النار، واول ما لونها ما يتغير يبقى باللون الفاتح دوت، هبدأ ان انا انزل بالفلفل الاخضر اللي انا كنت مخرطاه. والكبده ما بتاخدش سوا كتير على النار، هما بس 10 دقايق مش اكتر، عشان كل ما بتاخد طياب اكتر كل ما الكبده هتنشف معانا بسرعه. هبدأ ان انا اقلبها بالشكل دوت كده. بعد كده هنزل عليها كمان بنص معلقه من الملح، وهديها برضو تقليبه بالشكل دوت. وهنا بقى الكبده كانت خلاص استوت، نزلت عليها بنص عصره من الليمونه. هديها برضو بقى تقليبه كده وهي على النار، وهبدأ ان انا اشيلها. والكبده ما خدتش 10 دقايق مني على النار، لانها كل ما بتغيب على النار كل ما بتنشف مننا وهي على النار. وهنا بقى كنت بقدمها بالشكل دوت، بجد ما شاء الله طعمها حلو قوي، وريحتها كانت قلب البيت نفس ريحه الجاهزه بالظبط، واحلى كتير من بتاعه بره وانضف كمان. بجد جربوها وقوليلي رايكم في الكومنتات، واللايك والشير لو عجبك الفيديو.